رجعت ريدمي نوت 14 بعد 3 شهور استخدام. يلا بينا على الشرح ونعمل انبوكسن للجهاز. هنعمل انبوكسن للجهاز. الجهاز زي ما حضراتكم شايفين الانبوكسن بتاعه هيكون موجود فيه الجراب السيليكون، وطبعا ده الضمان. ومن الضمان طبعا الكتالوجات دي ملناش دعوة بيها، مش بنتكلم عنها ومفيش حد مننا بيقراها. طيب بالنسبة بقى للحاجة التانية، الشاحن ده من نقاط قوة الموبايل 33 واط مع بطارية 5500 ملي أمبير. دي من نقاط قوة الموبايل، يعني أنا بالنسبة لي الشاحن والبطارية مع بعض دول من نقاط قوة الموبايل. وأكيد طبعا عندنا الوصلة محتويات الكرتونة، لكن بيجي معاه الشاحن، ودي نقطة كويسة بما إننا في 2025. طبعا حضراتكم عارفين الشركات اللي ما بتنزلش شواحن. ويلا بينا نبدأ على التصميم. التصميم جميل وشيك وبيحسسك بالفخامة، ويعني مسكة الموبايل نفسها حاجة تحسسك ان هو مش موبايل رخيص او موبايل من الفئة المتوسطة. وبالمناسبة سعر الموبايل ده حاليا في مصر 10,000 جنيه او بما يعادل $200 للنسخة التمانية 256. ولو معرفتش توصل للموبايل بالسعر ده سيبلي تعليق وانا هقولك منين تجيبه بالسعر ده. نرجع للتصميم. تصميم الظهر نفسه من البلاستيك، فرام ألمونيوم، لكن الظهر في اللون الأسود، في اللون الأسود، وحطوا خط تحت اللون الأسود. ما بيبصمش غير الألوان التانية. الألوان التانية بيظهر فيها بعض البصمات، وكمان بيكون بروز الكاميرات بلون مختلف، فده مش بيكون أفضل حاجة. لكن لو هتستخدم الجراب دي حاجة ترجع ليك، واللون ده في الآخر دي حاجة ترجع ليك ولذوق حضرتك. ولو لسه ما عملتش اشتراك في القناة لحد دلوقتي يا ريت ما تنساناش تشترك في القناة، لأن القناة دي مش شروحات موبايلات بس، فيها مميزات للهواتف وأسرار مخفية عنك وعن استخدام الهواتف. نرجع لموضوعنا. الشاشة شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة بدقة فول اتش دي بتردد 120 هرتز. والتردد 120 هرتز بيجي في الريدمي نوت 14. ممكن حضرتك تظبطه تكيفي، وانا بفضل ظبط التكيفي، لان التكيفي ده معناه ان الجهاز وقت ما يحتاج يعلي الهرتزات هيعليها، وده بيكون افضل للبطارية وتوفير الشحن في البطارية. وكمان تحت أشعة الشمس الإضاءة 1200 شمعة، تجربة مريحة جدا، تجربة مريحة فعليا تحت أشعة الشمس. وكمان الشاشة بتدعم الأولويز أون ديسبلاي، وطبعا البصمة مدمجة في الشاشة. والبصمة هنا في ريدمي أفضل من سامسونج، لكن مش أفضل من أوبو وريلمي. طبعا حضراتكم كلكم عارفين إن بصمات أوبو وريلمي مفيش مقارنة منها، لكن البصمة هنا موجودة وسريعة، وموجودة على الشاشة لكن سريعة بقدر الإمكان أفضل من سامسونج. وهنيجي بقى على الأداء. وبالنسبة للأداء، الأداء هيكون مريح في استخدامك اليومي، وهيكون مريح لو بتستخدمه تصفح استخدام يومي عادي، لأنه هو جاي بمعالج هيليو جي 99 ألترا، وده معالج كويس مش وحش. لكن ممكن في الألعاب التقيلة أو في الحاجات التقيلة الموبايل يعني ممكن ما يهنجش بمعنى الكلمة، لكن بتلاقي فيه بيقف حاجة بسيطة كده، ممكن في حد ما يحسش بيها، ولكن ده في الألعاب التقيلة، ومش بسبب المعالج. ده بيعمل كده عشان واجهة شاومي نفسها تقيلة. هايبر او اس واجهة من يعني صعبة بالنسبة لي أنا، تقيلة جدا، لأن أنا فني سوفت وير في الأول. فده بالنسبة لي أنا هايبر او اس هي تقيلة، يعني هي الواجهة تقيلة، فهي اللي بتأثر على أداء موبايلات شاومي. شاومي دايما بتحط في موبايلاتها معالجات كويسة وبروسيسور كويس وسي بي يو كويس وجي بي يو كويس وكل حاجة كويسة، لكن مشكلتها في واجهة شاومي اللي هي الهايبر او اس. لكن لو انت بتلعب بابجي مثلا هو هيلعب معاك على 40 45 فريم، ده اقصى حاجة، وهتحس في تقطيع في اللعبة لو انت ضغطت عليه في الالعاب. او استخدام يومي وكاستخدام تصفح واستخدام يومي، هو الموبايل افضل موبايل في الفئة السعرية دي. اكاد لا اجزم ان هو يكون افضل موبايل في الفئة السعرية دي. والموبايل الوحيد اللي ممكن اقول لك ان هو منافس ليه هيكون سامسونج A16. ولو حابين نعمل مراجعة عن A16 سيبوها لنا في تعليق. سامسونج A16 ده ممكن يكون هو المنافس الوحيد للجهاز ده في نفس الفئة السعرية.
وكمان مش هيكون منافس معاه في الشاشة. يعني بصوا، عندك سامسونج ملوك الشاشات، لكن مش هيكون منافس مع الموبايل. عندك البطارية والشحن، بطارية قوية 5500 ملي أمبير وشاحن 33 واط، وكمان موجود في العلبة. وكلمة موجود في العلبة دي يعني عشان في شركات طبعا حضراتكم كلكم عارفينها ما بتنزلش شواحن في العلبة، وبيشحن من 0 ل100 في ساعة وربع تقريبا أو ساعة وعشرة تقريبا. ودي بالنسبة لي من نقاط قوة الموبايل، الشاحن مع البطارية الكبيرة بالنسبة لي ده من نقاط قوة الموبايل. هنيجي بقى للكاميرات، ولو لسه ما عملتش اشتراك مش هفكرك بالاشتراك. ولو عندك اي استفسار عن اي موبايل او حاببنا نعمل مراجعة لاي موبايل يا ريت تسيبهولنا في تعليق. وعندك كاميرات، الكاميرا الخلفية 108 ميجا بكسل. 108 ميجا بكسل رقم خرافي، لكن مش هيديك نفس الاداء بنفس الرقم. ومعظم اللي بيشتروا موبايلات بيشتروا للكاميرات بيشتروا موبايلات برقم الميجا بكسل، وانا عن نفسي انا ما بفضلش حاجة زي دي. عندك كاميرتين الاضافيتين، كاميرا المايكرو ومساعد للعزل، انا بعتبرهم دي كاميرا واحدة مش 3 كاميرات، لان الكاميرتين الاضافيين هي واحدة مايكرو ومساعد للعزل، مفيش اي كاميرا تانية غير ال 108 ميجا بكسل، واعتبرها كاميرا واحدة بتظهر تفاصيل كتير، ولكن معالجة الالوان حقيقية مفيش تشبع بالالوان. والكاميرات لو حابب تاخد منها اداء عالي في الريدمي نوت 14 يبقى لازم يكون الاضاءة كويسة، الاضاءة يعني افضل حاجة في الاضاءة. فانت لو حضرتك حابب تشتري الموبايل ده للكاميرات، لا ما انصحكش بيه، ويا ريت تكمل الفيديو عشان انا هقول لك عيوب ومميزات الهاتف ده. وعندك السيلفي في الريدمي نوت 14 20 ميجا بكسل، ونفس الفكرة الإضاءة كويسة هتديك صور كويسة وهتديك فيديوهات كويسة. ولكن لو مفيش إضاءة هيزعلك في التصوير، مش هيزعلك ان التصوير مش هيكون كويس، لكن مش هيكون افضل حاجة، مش اللي انت تتمناه. يعني انا بالنسبة لي لو قارنته بتصوير سامسونج الاي 16، لا انا تصوير سامسونج الاي 16 افضل منه. وهنعمل مقارنة قريبة بين الاي 16 والريدمي نوت 14، فيا ريت لو انت حابب تعمل مقارنة ده سيب لنا تعليق. وعندك بالنسبة للصوت، الصوت ستيريو يعني نادرا لما بيكون في ستيريو في الفئة السعرية دي، لكن الصوت جميل وكويس وهيحسسك بتجربة كويسة، لأن الصوت بيخرج من السماعتين ودي حاجة كويسة مش وحشة بالنسبة لك لو انت مستمع وبتحب الصوت القوي واللي بيكون. اما بالنسبة للشبكة والاتصال، الشبكة كويسة لكن مش افضل من هواتف اوبو، ولكن هي تصنيفها بالنسبة لي كشبكة افضل من سامسونج ولكن مش افضل من اوبو. لان انا لو حطيت مقارنة في الشبكات فهي اوبو وريلمي هما الاول، وبعد كده ريدمي، وبعد كده سامسونج لو انا هصنفهم كده. وكمان الموبايل ريدمي نوت 14 ما بيدعمش الاي سي ام، ولكن ريدمي نوت 14 بيدعم مكالمات الواي فاي وبيدعم مستشعر اي ار. ويلا بقى نشوف عيوب الموبايل. وبفكرك لو لسه ما عملتش اشتراك في القناة اشترك في القناة وسيب لنا كومنت كويس. العيوب، ويلا بينا على العيوب. اول واحد بالنسبة لنا اول عيب كبير بس العيب ده في جميع اجهزة شاومي مش في الريدمي نوت 14 بس. واجهة شاومي بالنسبة لي، واجهة شاومي تقيلة نسبيا لو جابوا حتى معالج من فئة رائدة. واجهة شاومي هي تقيلة نسبيا فهم محتاجين يخففوها. اما بالنسبة للعيب التاني وده في الريدمي نوت 14 مفيش كاميرا عريضة اللي هي الالترا وايد، دي مش موجودة في الموبايل، وده بالنسبة لي عيب للجماعة اللي بيحبوا التصوير. وعدم وجود خاصية NFC، وبالنسبة لي ده مشكلة كبيرة جدا لأننا في 2025 وتقريبا مفيش موبايل بينزل من غير الخاصية دي. وعندك العيب الرابع مستشعر التقارب في السوفت ومش مستشعر حقيقي، وأحيانا بيخطئ، يعني أحيانا بيخطئ من بداية استخدام الموبايل، أحيانا بيخطئ، ولكن هو مش افضل حاجة طبعا. وحضراتكم عارفين ان المستشعر لما بيكونش حقيقي اكيد بيعمل لاج منك. وعندك العيب الخامس منفذ الشريحة او منفذ البطاقة، مفيش، ما ينفعش تشغل شريحتين وكارت ميموري مع بعض، يا تشغل شريحة واحدة وكارت ميموري، يا تشغل الشريحتين مع بعض وتستغنى عن كارت الميموري.
ونصيحتي ليك لو هتجيب الموبايل ده للتصوير لأ، ما انصحكش بيه خاص بالتصوير، لكن لو أنت شخص عادي هتجيبه عادي استخدام يومي وتصوير حاجات بسيطة كده تصور نفسك حاجة زي كده تمام ما فيش مشكلة. بالنسبة لي أنا أفضل موبايل في الفئة السعرية دي هو الRedmi Note 14 والA16، وطبعًا أنا صدعتكم بالA16 بس لو حابين أعمل عنه مراجعة أو أعمل بينه وبين الRedmi Note 14 مقارنة يا ريت تسيبوا لي في تعليق، وما تنساناش من الاشتراك في القناة وتسيب لنا كومنت كويس يشجعني.